صباح الخير. الساعة كام أصلا؟ الساعة 4:30 الصبح. احنا قاعدين هنا بعد ما خلصنا البوردنج. احنا في مطار أبو ظبي متجهين إن شاء الله إلى المدينة. هننزل المدينة وكان ناخد قطر من هناك نروح على مكة إن شاء الله، نعمل أول عمرة لينا إن شاء الله. بس يعني كده التفاصيل. احنا إن شاء الله طيارتنا على الساعة 6:30. تمام، وصلنا هنا على 3:30. مطار فاضي. أنا مصور لكم فيديو للمطار كده، هو فاضي الميعاد كويس جدا دلوقتي. واخدين معانا شنط باك باكس. بس دخلنا على البوردنج، طبعا شيكوا على الباسبورات، شيكوا على البوردنج، لازم نكون عاملين البوردنج من قبلها. وكمان شيكوا على الفيزا بتاعت السعوديه، شيكوا عليها. معلومه كانت مهمه بالنسبه لي ان هم مش لازم تكون طابع الحاجات اون بيبر، يعني مش لازم تكون طابع الورق. هم عادي بصوا من التليفون ودخلونا، يعني انا كنت متعود ان احنا لازم نطبع الورق يعني. بعد ما خلصنا دخلنا على الباسبورت تشيك وعدينا. طبعا احنا مسافرين بباك باكس بس، كاري اونز زي دي كده. احنا ان شاء الله مسافرين ل4 ايام. هم شافوا الشنطه اصلا، ما قالولناش حتى ان احنا نحطها على السكيل بتاعهم. بصوا عليها وقالوا تمام يعني نعدي. فبس مريحه جدا صراحه وانا ماشي يعني. بس دلوقتي قاعدين مستنيين الطياره. المفروض ان الساعه 4:30. أعتقد الجيتس هتفتح على 5:05 كده، لأن الطيارة إن شاء الله الساعة 6:30 بس. وهنوافيكم بكل الأخبار إن شاء الله. دلوقتي هنقعد نتسحر يعني عشان إحنا في رمضان يعني. اهلا وسهلا من المدينه. اكلمكم هنا من مطار المدينه. طيب خلينا نتكلم شويه عن الرحله بتاعتنا مشيت ازاي. احنا مشينا من مطار ابو ظبي، ركبنا الطياره. طبعا احنا عاملين التشيك ان على راندوم سيتس، كراسي عشوائيه، لان هو بطبيعه الحال انت عشان تختار السيتس اللي انت عايز تقعد فيها والكراسي اللي انت عايز تقعد فيها في ويز اير لازم تكون طبعا دافع فلوس. بس الحمد لله ربنا وفقنا ان هو البوردنج لما طلع ان احنا كرسيين ورا بعض، وان الكرسي الحد اللي قاعد جنبي والحد اللي قاعد جنبها الاتنين كانوا مع بعض، فحبوا ان هم يبدلوا يقعدوا مع بعض. ففي الاخر قعدت انا ومراتي جنب بعض يعني. نزلنا مطار المدينه. اول ما نزلنا مطار المدينه توجهنا على طول على الباسبورت تشيكس. المطار ما كانش زحمه خالص، ما كانش فيه طابور خالص على الجوازات. دخلنا قبل ما تخش بيطلبوا منك طبعا الباسبور، بتعمل بصمة يعني وبياخدوا لك صورة بس، وبعد كده بيختم لك على الجواز وبعد كده بتنطلق يعني. طبعا ما كانش فيه انتظار للشنط ولا أي حاجة، لأن احنا رايحين باك باكس. ودي كانت أنا أول مرة أسافر بالطريقة دي، وكانت عظيمة يعني. ولا انتظار لشنط ولا أي حاجة، الشنط معاك بتطلع على طول من البوابة. طبعا أول ما نزلنا من مطار المدينة كنا محتاجين إن احنا نشيك نوصل لمحطة القطر ازاي، لأن احنا كنا هننزل مطار المدينة كنا نتحرك على محطة القطر اللي هي تروح من المدينة لمكة عشان توجه للعمرة. فأول ما نزلنا كان مهم بالنسبة لنا نعرف إن احنا هنروح ازاي لمحطة القطر. لنا ورقة طويلة عريضة في المطار يعني بتقول لك ان هو تقدر تستخدم حافلات المدينه، تاخد الحافله من مطار المدينه تروح بيها الى محطه قطار الحرمين. بعد كده بتقدر انت تاخدها من هناك تروح للمسجد النبوي في المدينه. طبعا المعلومه دي كانت خاطئه. لما اتاكدنا وسالنا في المطار طلع ان هو الاتوبيس ما بقاش يروح للخط ده، وطلع انه لازم علشان تروح بالباص او الباص اللي بيطلع من مطار المدينه بيتوجه دايركت على المسجد النبوي. ودي بتكون رحله تقريبا مدتها 40 دقيقه. وبعد كده من المسجد النبوي لحد قطار الحرمين لو هتاخده بالباص ممكن تاخده من هناك يعني. ودي بتبقى الرحله تقريبا ساعه مثلا. طيب معلومه تانية ان احنا اول ما طلعنا من مطار المدينه وكنا بنشيك على باصات، طبعا في العادي ان انت الباص لازم يكون معاك كارت، بس هما هناك في امكانيه انت تقدر تدفع بالفيزا او بالماستر كارد او بالكارت بتاعك، مش لازم يكون معاك كارت الباص نفسه يعني. فبالنسبه لنا الباص ما كانش اوبشن متاح قوي، لان احنا كان الديستنيشن بتاعنا هي محطه القطار بتاعه الحرمين. بالتالي كان قدامنا ان احنا لازم نلجا للتاكسي. طب التاكسي فيه 3 اوبشنز، يا اما تاخد تاكسي من المطار وده لوحده فيه 2 اوبشنز، يا اما التاكسي المحلي اللي هو بالعداد، يا اما العربيات الملاكي اللي هي واقفه، او تتوجه للاوبر والكريم. طبعا ما لجأناش للاوبشن بتاع التاكسي المحلي والعربيات الملاكي اللي واقفه هناك، لان هم حرفيا ادوا لنا تريبل السعر. فاحنا اللي احنا عملناه ان احنا اول ما نزلنا شيكنا على اوبر. جالنا المشوار من مطار المدينه الى محطه قطار الحرمين اللي هي 15 دقيقه بالعربيه، جالنا ب 30 ريال سعودي من على اوبر. بس الفكره ان احنا فضلنا قاعدين مستنيين الرايد لحد ما اتحمل، وان هو يحاول يعمل كونكت مع اي من السواقين، بس ما عملش اي كونكشن. ليه؟ لان اوبر ملهاش مكان مخصص تقف فيه جوه المطار بتاع المدينه. فكنسلنا الرايد. وبعد كده شفنا على كريم. لما شفنا على كريم لقينا ان السعر اغلى شويه، فكان مدينا السعر 50 ريال سعودي. بس كريم ليها منطقه مخصصه للوقوف جوه المطار. فاعتقد هو ده الايدج اللي كان موجود بين اوبر وكريم في الرحله. واوفر اول اصلا لما كنا بنشيك في الرحله بتاعتنا بين اوبر وكريم كان كريم بيطلع ارخص. طبعا اصلا احنا خدناها من التاكسي المحلي ومن العربيات الملاكي اللي موجوده كانت تريبل السعر، فهم كانوا بيدونا مثلا 80 تريبل السعر بتاع اوبر اللي احنا خدناه. تقدر تفاصل معاهم طبعا، بس في الاخر كريم اريح وارخص منهم.
نقطة أنا كنت حابب أقولها، إن أنت علشان لما تيجي تطلب كريم سواء في مكة أو في المدينة، هو بيديلك السواقين على بعد 10 دقايق منك. يعني دي الطريقة اللي هو بيشتغل بيها. أعتقد ده لأن مثلا مش زي مصر تقدر تلاقي على بعد دقيقتين وتلاتة لكثرة عدد السواقين يعني. فهنا كان دايما بيديلك على بعد 10 دقايق عشان تحاول إن أنت تبلان الرحلة بتاعتك من الأول، عشان لو أنت في مشوار محتاج تنزله في ميعاد، عارف إن قبلها ب10 دقايق لازم تكون أنت طالب الأوبر أو الكريم بتاعك يعني. خدنا التاكسي، توجهنا على محطة القطار بتاعة الحرمين، وهناك احنا وصلنا بدري ساعتين عن ميعاد القطر بتاعنا كان 11:50 11:50. وصلنا المطار تقريبا على الساعة 10. طبعا احنا كنا عاملين غلطة رهيبة، ما حجزناش من بدري، انه كنا فاكرين احنا لازم مأكدين المواعيد والأوقات وكل حاجة يعني. كناش نعرف ان انت ممكن تحجز تذكرة وقبلها ب 24 ساعة تعمل كانسل وتاخد فلوسك، تتغير ميعاد التذكرة والحاجات دي كلها. فاضطرينا عشان حجزنا في الآخر خلاص، اضطرينا ان احنا ناخد الرحلة بتاعت الذهاب من المدينة إلى مكة تكون بزنس كلاس. فلما رحنا أول ما وصلنا لمحطة القطر طبعا دخلونا البزنس لاونج كويس جدا. طبعا لو احنا كنا مش في رمضان كان زماننا بناكل وبنشرب كوفي وكرواسونات بقى وحركات والدنيا مليطة يعني، كنب وترابيزات، الامور لطيفه جدا. فانا انتهزت الفرصه دي ان انا اخش جوه في الحمامات في الموجوده جوه، ان انا ابتدي البس لبس الاحرام بتاعي. طبعا لان دي اول عمره ليا، انا طريقه اللف بتاعه الاحرام كانت صعبه جدا بالنسبه لي. فقعدت تقريبا نص ساعه بحاول الف الاحرام يعني عليها بشكل مظبوط لحد لما ظبطت الحمد لله يعني. بتفضل قاعد في محطه القطر، وهم طبعا مع كل ميعاد قطر بيتحرك بتلاقي ان هم دي اناونس بيعلنوا عنه في الميكروفونات. حتى بيبقى فيه زي اوبريتورز او الناس اللي شغالين في المحطه تلاقيهم بينادوا على الرحله يعني قبلها بشويه يعني. فانت عندك كل رحله بتفتح قبلها البوابات بنص ساعه علشان تخش. لازم تكون محضر معاك الحجز بتاعك بتاع التذكره بتاعه الرحله، بيبقى فيها كيو ار كود لازم تكون مجهزه معاك، لان انت بتعمل سكان للكيو ار كود على الجيتس هناك، على البوابات هناك. البوابات بتفتح بشكل الكتروني. وهتلاقي ان هم قبل الرحله بربع ساعه او ب20 دقيقه بيبتدوا ان هم ينادوا على اللاست كول ده الاخير للرحله، لان هو القطر بيمشي في ميعاده بالظبط. الميعاد كان 11:50 هو كان ماشي. الرحله بتاعتنا كانت من المدينه الى مكه، كانت فيها 2 ستوبس. اول ستوب كانت في مدينه الملك عبد الله الاقتصاديه، الستوب الثانيه في جده. كل ستوب بيقف فيها تقريبا 5 دقايق، ما بيطولش فيها خالص. فالفرق بين الرحلات اللي هي فيها 0 ستوبس 1 ستوب او 2 ستوبس هتلاقي الفرق على كل ستوب بيزود 5 دقايق. فمش قصه يعني. طبعا انا كان بالنسبه لي، لان انا مسافر من الفجر ومطبق اليوم كله، انا بالنسبه لي كان في تخوف اللي هو انا محتاج اعرف الميقات فين عشان انوي العمره. فانا كنت مجهز نفسي اوريدي في محطه القطر ان انا كنت لابس الاحرام، بس مستني اعرف هنعدي على الميقات امتى عشان انوي الاحرام. اول ما بنخش القطر على طول، اول ما بنبتدي نتحرك بيجي شخص بيقول يا جماعه الميقات، يا جماعه الميقات. هو الميقات لازق في محطه القطر على طول يعني، فمش محتاج ان انت تستنى كتير لو انت برضه عايز تنام مثلا او حاجه. فهو الميقات، هو الراجل بيجي ينده بيقول الميقات يا جماعه عشان تبتدوا نية الإحرام. أول ما الرحلة بتتحرك على طول تبقى لمدة دقايق، بيقول لك هنكون في الميقات لمدة دقايق معينة، فاحرم ونية الإحرام والحاجات دي كلها وتكون جاهز يعني. وأول لما بتخرج من الميقات بيعلن برضو عن إن إحنا خلاص خرجنا من الميقات. محطة القطر بقى اللي هي البيزنس كلاس، طبعا حاجة قمة الشياكة، تحس إن أنت في طيارة أصلا مش في قطر. كراسي جلد، أماكن أنت تحط فيها الشنط، بتبقى يعني اللي أنا شفته كل أنواع الشنط، الباك باكس اللي هي اللي على الظهر، او الكاري اونز اللي هي الصغيره اللي بتجرها معاك، او حتى السوت كيسز الكبيره ليها اماكن مخصصه برضه في القطر ده، في البيزنس كلاس وفي الايكونومي عادي. كراسي حلوه، في حتى اماكن فيها بتقعد 4 قدام بعض يعني 2 ب2، وفي اتنينات، في شاشات في السيتس في المقاعد يعني. طبعا في حمامات، في كافيتيريا، العربيات بتاعة الأكل بتعدي. فطبعا الأوقات اللي هي بره رمضان يعني. طبعا رحلتي مش هتخلص في القطر، لسه لما أوصل مكة ونعمل العمرة وكان نرجع تاني للمدينة. فتابعوني على الشانل علشان تشوفوا بقية الرحلة بتاعتي. سيبوا لايك وكومنتس واعملوا شير، وقولوا لي لو سافرتوا عمرة قريب كانت رحلتكم عاملة ازاي. يلا سلام.